حلقة النهاردة هتبقى مميزة جدا لأن هي هتبتدي بقصة ومثل وحاجة قوية جدا، وهتنتهي بحكمة تانية خالص أنا بحبها، والاتنين أثروا فيا جدا. فتعالوا نبدأ بأول حاجة وهي احترقت السفن. الجملة دي أو المقولة أو القصة دي وراها قصة جميلة جدا. طبعا احنا عارفين إن الأندلس أو أسبانيا زمان كانت بلد إسلامية، هي تم فتحها. فالأندلس فتحت على إيد طارق بن زياد. فالفكرة كلها إن إحنا خلينا مدركين إن العرب أو المسلمين كانوا في الناحية بتاعتنا اللي هي شبه الجزيرة العربية وإلى حد ما أفريقيا. فعشان يروحوا أوروبا أو يبدأوا بأسبانيا فكان لازم يعدوا البحر. فطارق بن زياد خد الجيش بتاعه وطلع ركب السفن وعدى اليمة التانية. واكتشفوا حاجة كبيرة جدا، هو إن هم بيهاجموا جيش أقوى منهم في العتاد وأقوى منهم في القوة وجاهزين أكتر منهم. فهو الناس بتقول أو المؤرخين بيقولوا إن هو قام جاي مولع في السفن كلها، وقام جاي خاطب خطبة في الناس وقال لهم: يا أيها الناس أين المفر؟ العدو أمامكم والبحر خلفكم، فأما الجلد أو الموت في سبيل الله، إلى آخر الخطبة بقى وإلى آخر الكلام بتاعه. فأنت تعالى معايا فكر في الكلام اللي هو قاله. هو الفكرة كلها إن هو حتى لو هو ولع في السفن أو لأ، لأن هما بيقولوا إن هو يمكن مولعش في السفن، بس حتى لو هو مولعش فيها، فكرة الخطبة بتاعته أو الجملة بتاعت احترقت السفن هي فكرتها إن أنت ما عندكش أمل تاني إن أنت ترجع لورا. السفينة اللي أنت كنت هتركبها وترجعك بلدك أو ترجعك للمكان الأمان اللي أنت كنت فيه اتحرقت. فأنت ما عندكش أي فرصة تانية غير إن أنت تكمل قدام وتواجه العدو. مت في المواجهة دي فأنت مت إن أنت بتواجه حاجة أو أنت بتحقق الحلم أو الهدف بتاعك. بالنسبة لهم كان الشهادة أو الموت في سبيل الله ونشر الإسلام. أو أنت بقى تعالى بقى معايا إن إحنا فهمنا القصة، فهمنا الفكرة بتاعة احترقت السفن. تعالى نطبق الموضوع ده عليك لأن أنت مش بعيد عن التطبيق ده. أنت ما عندكش سفينة تحرقها، بس عندك حاجات كتير قوي بترجعك لورا. الحاجات اللي بتخليك تحس إن أنت في الأمان، أو إن أنت أول لما الدنيا هتشد عليك تقوم جاي واخد السفينة وراجع لورا. أول لما الدنيا تشد عليك تقوم أنت جاي سايب كل حاجة وراجع بيتك. فالفكرة ما بقولكش روح احرق بيتك لأن ده شيء مش منطقي، بس بقولك إن أنت حط في دماغك إن أنت خلاص ما فيش قدامك أوبشنز تانية. أنت دلوقتي عندك حلم، عندك هدف. طالما أنت دخلت الفيديو هنا أو أنت بتتفرج لحد دلوقتي، فأنت عندك حلم، عندك هدف في الحياة. خلي حلمك أو هدفك ده يكون هو الفرصة بتاعتك، الفرصة اللي ما فيهاش سفينة ترجعك، اللي ما فيهاش أي حاجة ممكن ترجعك لورا. لان انت تعالى نفكر سوا، ايه اللي بيرجعك ورا؟ ايه اللي بيخليك عندك مشكلة ان انت مثلا ما تنجحش في دراسة، في شغل، في حاجة انت نفسك تحققها؟ ايه اللي بيخليك ترجع لورا؟ لو جيت قعدت مع نفسك هتلاقيك بتفكر ان في اسباب كتيرة او ان في مشاكل كبيرة او ان الموضوع معقد او ان حاجات كتير يعني. بس في حقيقة الامر ان انت لو فكرت كده ان انت عايز تحل فعلا، هتلاقي الدنيا بتتحل. هتلاقي ان في حاجات انت المفروض تعملها، وبعد كده الباقي مش بتاعك. لان انت برضو الناس بتنسى حاجة مهمة جدا. الناس بتفكر ان هي في الدنيا بطولها، ودي مش حقيقة. انت مش في الدنيا دي بطولك، انت ربنا معاك. لان انت لو جيت تفكر فيها، المكان اللي انت فيه او الوظيفة او الكلية او الحاجات اللي انت فيها، انت ممكن متبقاش تستحقها بشكل 100%. ليه؟ لان انت مثلا ممكن تكون كسلت ساعات، ربنا يعني سطر عليك في حاجات معينة، عديت في حاجات معينة بالصدفة او بالحظ. وانها مش صدفة وحظ، هو تدبير ربنا ليك، هو تسهيل ربنا ليك. فانت ما تقعدش تفكر بقى انا هقعد اعمل ايه ومش هعمل ايه والدنيا صعبة والعدو اللي قدامي جاهز او العدو اقوى مني او انا اضعف من العدو. ما تقعدش تفكر في كل ده. انت قدامك حاجة تعملها، اعملها. خلصها هتعمل اللي بعدها، خلصها هتعمل اللي بعدها. وبعد كده هتلاقيك ان انت اصلا عديت بحاجات كتيرة انت ما كنتش متخيل انك هتوصل لها اصلا. هي دي الفكرة بتاعت احرق السفن. احرق اي سفينة بترجعك لورا. لان انت اللي بعد كده لازم تطلع لقدام. لان انت لو فضلت ورا خلاص يعني انت اتنسيت، انت فضلت في المكان اللي انت خايف تطلع منه. وعمرك ما هتوصل للمكان اللي انت نفسك فيه، لان انت اكيد نفسك توصل لحاجة معينة، وانت عمرك ما هتوصل لها وانت كل شوية بترجع للمكان اللي انت فيه في الاول. كل شوية عمال ترجع لبر الامان، خايف تواجه، عمال تحط رجل وتأخر 10 رجول لورا، عمال ترجع لورا 10 مرات. فانت ليه كده؟ لا، احط رجل وكمل، رجل في التانية في التالتة، هتلاقي الموضوع صعب. الموضوع يمكن مستحيل، بس انت وانت بتحقق المستحيل احسن بكتير من ان انت تبقى قاعد ورا وعمال بتقول لا ده كان مستحيل، لا ده كان مش هيحصل. لان كل الافكار دي بتيجي في دماغك وبتيجي في دماغ غيرك وبتيجي في دماغ اي حد نجح وحقق حاجة في حياته، ان هو كان بيفكر ان هو شيء مستحيل. بس الفكرة ان مفيش حاجة مستحيلة، في حاجات صعبة.
فانت حقق الصعب ومالكش دعوه بالمستحيل، لان انت كده كده وانت بتعمل الصعب هيجي اصعب منه. فانت حققت حاجه هتحقق اللي بعدها. فابدا اتحرك خطوه في خطوه في التانيه، هتلاقيك بتحقق حاجات كتيره من احلامك من غير ما ترجع، من غير ما تفكر لورا، من غير ما تشوف البر الامان اللي انت كنت فيه وترجع له. فكر صح. شوف انت المفروض تخسر ايه عشان توصل للي انت عايزه. ما هو بص، هو البني ادم مش بيعرف ياخد كل حاجة. ليه؟ لأن هي مش، يعني هي مش فكرة مش شطارة أو مش حاجة زي كده، لأ، أو مش حاجة وحشة. لأ، بس الفكرة إن أنت عندك طاقة، طاقتك دي 100%. فأنت لما تحط 100% في حاجة معينة، فأنت إن شاء الله هتوصل لها. لكن لما تحط 50 هنا وخمسة وعشرين هنا وعشرين هنا وخمسة هنا، فأنت موزع طاقتك على حاجات كتير ومستني أهداف كتير في نفس الوقت، وهو مش هتيجي الأهداف دي كلها مرة واحدة. فهتحس إن أنت زعلت أو إن أنت ما عملتش إنجاز كبير، مع إن أنت في الحقيقة أنت عملت مجهود هنا ومجهود هنا ومجهود هنا، بس كلهم ما وصلكش للحاجة اللي تخليك إن أنت حاسس إن أنت عملت الإنجاز، عملت حاجة ضخمة. فهنا تيجي الفكرة، ابذل مجهودك في حاجة واحدة، ما ترجعش تاني لورا علشان ما تقعش. ودي كانت أول قصة حابين نتكلم عنها. وتاني حاجة، هي مقولة أنا بحبها جدا ويمكن بكتبها في كل حاجة في حياتي أو حتى حاططها على الفيس والبايو بتاعتي، وهي: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. تعالى فكر معايا. هي المثل بيقولك إن أنت لو خفت تطلع الجبل هتعيش طول عمرك في الحفر. ودي حقيقة، هي بتحقق نفس النظرية بتاعت القصة الأولى، إن أنت ما تخافش. أنت لو خايف إن أنت تطلع الجبل ده، فأنت طول عمرك هتبقى في مكان تحت، هتبقى في حفرة، هتبقى في مكان متدني. فانت ليه تبقى في مكان متدني؟ ليه تبقى مختار ان انت تبقى في الحفره؟ اطلع بره الحفره، اطلع شوف الجبل ده بيقول ايه. اطلع وهتشوف جبل، بعد كده هتلاقي جبل اعلى منه، هتطلع على الجبل التاني، وهكذا. احسن بكتير من ان انت تقعد في الحفر، احسن بكتير من ان انت تقعد هربان. يعني انا بكره الناس اللي بتهرب، بكره الضعف، بكره ان البني ادم يشوف ان الدنيا كلها جايه عليه. لان معلش، الدنيا ما مش جايه عليك، الدنيا مش مهتمه بيك اصلا. الدنيا انت مش فارق للدنيا في حاجه، لان انت تعتبر ترس واحد وسط تروس كتير. احنا 8، احنا فوق 8 مليار بني ادم. فاشمعنى انت البني ادم الوحيد اللي الدنيا كلها جايه عليه، اللي الدنيا مستقصده ان هي يبقى فاشل؟ لا، هي الدنيا مش جايه تبقى فاشل، انت اللي شايف نفسك في حجم اكبر بكتير من الحجم اللي انت فيه. يعني انا بزعل برضه لما حد يجي يقول لي انا الدنيا صعبه والدنيا وحشه ومش عارف ايه ومش عارف اعمل. هو انت مش عارف، بس انت اكيد في حاجه انت ممكن تعملها، فاعملها وما تقعدش تفكر بقى ان الدنيا كلها جايه عليك والمؤامره والماسونيه وان الناس كلها بتظلمك لا، يعني ما تقعدش تفكر كده. يا عم انت حتى لو مهم والناس بتيجي عليك برضه، انت مش الدنيا حطاك في دماغها، لا، مفيش الكلام ده. انت بتعافر في الدنيا وبتشوف مشاكل وهتعدي منها وهتحلها، وهتلاقي مشاكل اصعب وهتحلها. ما هي دي فكرة الدنيا، ما هي الدنيا مش بسيطة. الدنيا مش مكان احنا بنلهو فيه او بنلعب فيه. هي دي دار بلاء. انت جاي هنا تبتلى لحد ما تموت، وبعد كده نشوف بقى الحساب بتاعنا، وان شاء الله نبقى كلنا في الجنة يعني. هي دي الفكرة، ان انت ما تقعدش تحط في دماغك ان انا الدنيا جايه عليا، ان الدنيا وحشه، ان الدنيا صعبه، انا في ايدي اعمل ايه. لا، هو انت في ايدك تعمل حاجه، بس انت اللي مكسل تعملها، انت اللي مأخر تعملها، انت اللي حاطط اولويات تانية علشان ما تعملش الحاجه اللي انت نفسك فيها. هي دي الفكره. ابدأ بقى نظم الدنيا، رتب افكارك، رتب اولوياتك، رتب انت عايز فين. الفكره كلها ان انت برضو خليك واعي لمقدار حجمك ومقدار الامكانيات بتاعتك، عشان ما تضحكش على نفسك. حط حلم كبير تحته اهداف صغيره، واتكلمنا ده في فيديو قبل كده، فارجع شوف الفيديوهات اللي فاتت عشان تعرف الفكره دي. ومن بعد كده هتوصل لحاجه. لكن ما تقعدش مثلا تبص لواحد بادئ من الست اصفار وتقول انا لسه ابدا من الست اصفار، وتقعد انت في الثلاث اصفار قاعد، انت اللي هي الالوفات. طب ما تشغلش بالك. ما هو انت الثلاث اصفار دي هتكتر تبقى اربع اصفار، يبقوا خمس اصفار، يبقوا ست اصفار، يبقوا ثمان اصفار، يبقى ارقام اكبر من كده بكتير. فما تشغلش بالك الناس بدأت من كام صفر او الناس بدأت منين، على قد اشغل بالك انت بدأت ازاي وهتطورها ازاي عشان تخرج بره الحفرة اللي انت فيها للجبل، للمكان بقى اللي انت فعلا تعرف تاخد نفسك فيه. علشان الحياة تستحق، انت تستحق ان انت تعيش حياة انت فعلا بتحلم بيها او ان انت فعلا نفسك فيها. لان الفكرة ان الموضوع مش هيبقى بالبساطة اللي انت متخيلها. الموضوع صعب وهتبذل عناء وهتبذل مجهود كبير جدا، ومن هنا المجهود يستحق. يعني العناء او اللي انت بتبذله لاجل تحقيق الهدف بتاعك، دي شيء مستحق، دي شيء انت فعلا تحس بقيمتها لما تتعب فيها كتير. لان الحاجة لو جالك بالسهل صدقني انت مش هتفرق معاك، يبقى انت خرجت من حفرة لحفرة. لكن لما تتعب من ان انت تخرج من الحفرة للجبل،
هتحس بإن الجبل ده حاجة جامدة جدا. وبعد كده لما تشوف جبل أعلى منه وتكمل، هتلاقي إن الدنيا أقوى بكتير وأحسن بكتير من الجبل الأولاني، وهكذا. وأتمنى إن حلقة النهاردة تكون فادتكم أو فكرنا معانا بشكل مختلف. وأتمنى إن أنت تحرق السفن وتخرج بره الحفرة بتاعتك. وانتظروا فيديوهات جديدة إن شاء الله، ودايما هنبقى منتظمين. وما تنسوش تتابعوا القناة وتتابعوا الانستجرام بتاعي، هتلاقوا عليه حاجات كتيرة جدا، وهنحاول ننتظم بشكل أكتر. كان معاكم فارس الطراز.